المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، نظم الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، بصوت الأخ القارئ أبي هريرة الليبي. الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم، ذو الملك والملكوت الواحد الصامد البر المهيمن، مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطاقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أكرام مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة، والتابعين بإحسان لنهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طالعت، وعد أنفاس ما في الكون من ناسم. وبعد، من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم، فاذكر أكبر النعم. يكفيك في ذاك أولى سورة نازلت على نبيك، أعني سورة القلم. كذاك في عدة الآلاء قدامه ذكرا، وقدامه في سورة النعم. وميزه الله حتى في الجوارح، ما منها يعلم عن باغ ومغتاشم. وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم. وليس غبطات إلا في اثنتين، هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهماتهم في العلم، حتى اللقى أغبط بذي الناهم. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن، وأعراب عنه ناطق بفم. العلم غاياته القصوى ورتباته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشراف مطلوب وطالبه لله أكرام من يمشي على قدم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادات والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالات أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. والعلم أصل هداهم مع سعاداتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصم. العلم والله ميراث النبوات، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم. لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوات والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج، فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجة لمعتصم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لامم. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من
البحار له في الضوء والظلم، وخارج في طلاب العلم محتاسبا مجاهد في سبيل الله أن يوكم. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، والسالكون طريق العلم يسلوكهم إلى الجنان طريقا بارئ الناسم، والسامع العلم والوعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظراته إذ كان متصفا بذا بدعوات خير الخلق كلهم. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم، وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم مع تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم، وما اتباع كليم الله للخاضر المعروف إلا لعلم عنه منباهم، مع فضله برسالة الإله له وموعد وسماع منه للكالم. وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم. كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم، وإن غدوا كلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشياته وعقل أمثاله في أصدق الكالم، ومع شهاداته جاءت شهاداتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم، ويشهدون على أهل الجهالات بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم، وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من 1000 عباد بجمعهم. وموت قوم كثير العد أيسار من حبر يموت مصاب واسع الآلم، كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفرح بموتهم. تالله لو علموا شيئا لما فارحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. هم الرجوم بحق كل مستارق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هاديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهار من نار على عالم. نبذة في وصية طالب العلم. يا طالب العلم لا تبغي به بادلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والآداب فالتازم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والنصح فابذله للطلاب محتاسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترم، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم، ومن يكن لي يقول الناس يطلبه أخسر بصفقاته في موقف النادم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قاسم،
كفى به من كان في شورى وهود والإسراء موعظة للحاذق الفاهم. إياك واحذر ممارة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا تارم. فإن أبغاض كل الخلق أجماعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره، إن العجب مجتارف أعمال صاحبه في سيله العارم. وبالمهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. قدم وجوبا علوم الدين، إنا بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. وكل كسر الفتى فالدين جابيره، والكسر في الدين صعب غير ملتائم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصم. ما العلم إلا كتاب الله أو آثر، يجلو بنور هداه كل منباهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طبى لمغتنم. والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوباته أنفي المعادي له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وصائن العلم عمن ليس يحمله، مذا بكتمان بل صون فلا تالم. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تاهم. وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. لواحد بك يهده الإله، لذا خير غدا لك من حمر من النعم. واسلك سواء الصراط المستقيم، ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم. الوصية بكتاب الله عز وجل. وبالتدبر والترتيل فاتلو كتاب الله، لا سيما في حندس الظلم. حكم براهينه واعمل بمحكامه، حلا وحظرا وما قد حده آقم. واطلب معانيه بالنقل الصريح، ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم. فما علمت بمحض النقل منه، فقل وكل إلى الله معنى كل منباهم. ثم المرى فيه كفر فاحذرنه، ولا يستهوينك أقوم بزيغيهم. وعن مناهيه كن يا صاح منزاجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتازم. وما تشابه فوض للإله، ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم. ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه، من كل مبتدع في الدين متهم. حيران ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحارفا معوج لم يقم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه، كأنما خاطب الرحمن بالكلم. هو الصراط هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم. هو البيان هو الذكر الحكيم، هو التفصيل فاقنع به في كل منباهم. هو البصائر والذكرى لمداكر، هو المواعظ والبشرى لغير عم. هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من ساقم. لكنه لأولي الإيمان إذ عاملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم.
أما على من تولى عنه فهو عمى لكونه عن هداه المستنير عمي. فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم، كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقاميع والأنكال والآلم. وقد أتى النص في الطولين أنهما ظل لتاليهما في موقف الغامم، وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحديدا عنه إن يقم، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم. يقال اقرأ ورتل وارق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل الناعم. وحلتان من الفردوس قد كوسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم. قال بماذا كسينها؟ فقيل بما أقرأتم ابناكما فاشكر لذي النعم. كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصارم. لم يعتره قط تبديل ولا غير، وجل في كثرة الترداد عن سائم. مهيمنا عربيا غير ذي عوج، مصدقا جاء في التنزيل في القدم. فيه التفاصيل للأحكام معنى بأ عما سيأتي وعما ضمن الأمم. فانظر قوارع آية المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إيرم. وانظر به شرح أحكام الشريعات، هل ترى بها من عويص غير منفصم؟ أم من صلاح ولم يهد الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم؟ أم كان يغني نقيرا عن هداياته جميع ما عند أهل الأرض من نظم؟ أخباره عظة أمثاله عبر، وكله عجب سحقا لذي صامم. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه، إن بادروا نذرا منهم لقومهم. الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والله أكبر إذ أعيت بلاغاته وحسن تركيبه للعرب والعاجم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والراغم. هيهات بعدا لما رموا وما قاصدوا وما تمنوا، لقد بأوا بذلهم. خابت أمانيهم شهت وجوههم، زغت قلوبهم عن هديه القيم. كم قد تحدى قريشا في القديم، وهم أهل البلاغات بين الخلق كلهم. بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه، إذ ذا الأمر لم يورم. الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم. أنا وكيف ورب العرش قائله، سبحانه جل عن شبه له وسمي. ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا، لا ولا تعبير ذي ناسم. بل قاله ربنا قولا وأنزاله وحيا على قلبه المستيقظ الفاهم. والله يشهد والأملاك شاهدة، والرسل مع مؤمن العربان والعاجم. الوصية بالسنة. اروي الحديث ولازم أهله، فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. سامت منابرهم واحمل محابرهم، والزم أكابرهم في كل مزدحم.
اسلك منارهم والزم شعارهم، واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم. هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هم الجهابدة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم. هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. لم يبق للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم. لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم. أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم، في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم. يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم. يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم. أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم. لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرف ولا نعم. هذا هو المجد لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم. فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم. والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجدا مثل جدهم. واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودم. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي. وحي من الله كالقرآن شاهده، في سورة النجم فاحفظه ولا تهم. خير الكلام ومن خير الأنام بدا، من خير قلب به قد فاه خير فم. وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. حكم نبيك وانقد وارض سنته، مع اليقين وحول الشك لا تحمي. واعضد عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم. فما لذي ربة في نفسه حرج، مما قضى قط في الأيمان من قسم. فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب، والملحد الزنديق في صمم. في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة. وبالفرائض نصف العلم فاعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم. من فضلها أن تولى الله قسمتها، ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يوصيكم الله من بعدها اتصلت، وفي الكلالة أخرى فاذن واغتنم. وخذ إذا شئت ما قد تستعين به، من آلة تلفها حلا لمنبهم.
كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم. قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم به قد باء بالندم. رموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنقاذا لحكمهم. يروك إن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم، وأن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم. كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم. وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم. كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبث بالناس من قدم. إسنادها حزب إبليس اللعين كما متونها أكذب المنقول من كلم. ما للتراب وما للغيب يدركه ما للتصرف والمخلوق من عدم. لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم. كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. والنيرين بحسبان وذلك تقادير العزيز العليم المسبغ النعم. فمن تأول فيها غير ذاك قفا ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي. كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجم. والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم. فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذاكا بخرصهم. واحذر مجلة سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم. تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم. وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهم. وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم. والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والإخلاق من عدم. والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم. والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فعل ما شاء لم يضم. قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم. سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم. تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم. وكلما مر قرن أو قرون نتوا به على صورة أخرى لخبثهم. بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم. واعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم. كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم. خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعة.
وحاصل العلم ماء للصفات له، فأصغ سمعك واستنصت إلى كلم. وذاك لا حفظ كالفتيا بأحرفها، ولا بتسويدك الأوراق بالحمم، ولا تصدر صادر الجمع محتبيا تمليه لم تفقه المعني بالكلم. ولا العمامة إذ ترخى ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم. ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا، ولا حملك الأسفار كالبهم. ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم. فلتعرف الله ولتذكر تصرفه، وما على علمه قد خط بالقلم. وحقه اعرف وقم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي. أشقى وأسعد مختارا أضل هدى، أدنى وأبعد عادلا منه في القسم. أوحى وأرسل وأص آمرا ونهى، أحل حرم شارعا كامل الحكم. يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضه مع سخط لحرمهم. بمقتضى دين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. بمقتضى دين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم. للشرع فانقد وسلم للقضاء، ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. وبالمقادر كن عبدا لمالكه، وعابدا مخلصا في شرعه القيم. إياه فاعبد وإياه استعن، فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها، وثق به دونها تفلح ولم تضم. بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجم. أخلصه واصدق صب واهضم فذي شرطات، في صالح السعي أو في طيب الكلم. أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه، واهضمن النفس تنهضم. لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم. فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدم. وإن عصت فاعصها واعلم عداوتها، وحذرنها ورود المورد الوخم. وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم. والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى، واقتده بهم. واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضاة رب، وهاجر الإثم والأثم. كذا الرجا على هذا يحث لتصدق بموعد رب بالجزى العظيم. والخوف إن زاد أفضل القنوط، كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم. ومثل ما أمر الرحمن فاستقم.
سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح وأدلج قاصدا ودم، فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. ودم على البقيات الصالحات وحوقلا واسأل الله حسن مختتم، واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم. يا رب يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، وامنن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم، وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم، واقسم ببأسك رب حزب خاذله ورد كيد الأعاد في نحورهم، واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم، واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظم بحمد الله ذي النعم.